شايفاكي وسامعاكي يلي بتقولي يا نشوى هي الحلة أثرت معاكي في ايه عشان تعملي فينا كده. ايوه يا جماعة، ما احنا لازم نجرب. تبقوا معايا فيديو للآخر لأن النهاردة حقيقي فيديو سهل جدا جدا وينفع لأكلات آخر الشهر. يلا مع بعض نبدأ ونقول بسم الله. حلة عندك حلوة برضه، هنستخدم الحلة ما تقلقوش، وهنجيب كيس من الأكياس الحرارية. اوعوا تجيبوا أكياس السندوتشات وتعملوا فيها وصفتنا النهاردة وبعدين الأكلة تبوظ خالص. لا، الأكياس الحرارية دي ما تقلقوش منها، وكمان غير كده وكده هي سعرها في متناول الجميع وبتسهل عليكي وقفة المطبخ وغسيل المواعين والحاجات دي كلها. بضيف ربع كوباية من الزيت، بضيف كمان كوباية من الرز، وكمان بضيف عليهم كوباية ونص من العدس بجبة مغسول ومنقوع قبليها بنص ساعة. انا هنا يا جماعة بحب ازود العدس بجبة لان بحب الكشري المصري يبقى فيه عدس كتير. بيني وبينكم جبت بواقي المكرونه اللي عندي، يعني كان عندي شويه مكرونه سباكيتي جبتهم كده وكسرتهم، وشويه من المكرونه الصغيره. لو انت ما عندكيش سباكيتي وعندك المكرونه الصغيره دي مفيش مشكله، بس هتحطي بمقدار نص كوبايه للاتنين، يعني من دي ربع ومن دي ربع. هضيف معلقه من الخل، فص توم حلو كده، كمون وكزبره وملح، وتقلبيهم تقلبتين بحيث كل المكونات تمتزج مع بعضها ويبقى شبه الكشري كده في الكيس. هو فعلا كشري مش شبه الكشري. هنقلب تقلبتين لحد لما توصلي ان البهارات تمتزج مع المكونات بتاعتنا. خلص على كده؟ لا لسه، هنضيف اهم حاجه وهي الميه اللي معانا دي لازم تكون ميه سخنه. هضيف كوبايه كبيره. بصوا هنا انا عملت ايه، ما ضفتش الكوبايه كلها وقلبت تقلبتين، لقيته لا كده مش هيستوي كويس، رحت ضايفه بقيه الكوبايه. يبقى المقدار الصح ان انت تضيفي كوبايه كبيره من الميه السخنه وتقفلي عليه كويس جدا جدا. في الوقت دوت الفرن بتاعنا بيبقى شغال ساخن مسبقا على درجه حراره 180. هتدخل الفرن على الرف الاوسط مده لا تقل عن 45 دقيقه. تعالوا بقى نروح نعمل الدقه والحبشتكنات بتاعه الكشري. معايا ايه؟ معلقتين كبار من الزيت، معلقه كبيره من الثوم المهروس، ضفت عليهم ربع كوبايه من الخل، وكمان هنزل عليهم بكمون وكزبره، والصلصه بتاعتنا اللي هي معلبه. مش شرط الكشري لازم تضربي له صلصه فريش، ممكن تعملي زي ما انا عملت، ضفت 3 معالق كبار. كمان علشان ضفنا صلصه يبقى لازم نضيف سكر عشان يقلل من نسبه الحموضه شويه، وكمان هتزودي الملح والميه وتقلبي. خلي بالك ان صلصه الكشري بتبقى خفيفه، ما بتبقاش متسبكه على الاخر، يعني اول لما تغلي اول غلوه معاكي وتبقبق بالشكل ده تقفلي عليها كده هتكون 100. تعالوا كمان نروح نعمل الدقة. معلقتين كبار من الزيت، عليهم بقى تومية كبيرة، يعني معلقة التوم هنا هتكبر شوية. هتقلبي التوم كده لحد لما ياخد اللون الذهبي. ربع كوباية من الخل، هضيف عليهم مية عشان نخفف كده شوية الخل، وكمان هنضيف عليهم الكمون والكزبرة. ما تكتريش الكمون لكن كتري الكزبرة، وكمان هتضيفي الملح. تقلبي تقلبتين تحسي كده ان التومه استوت معاكي، تقفلي عليهم خالص. تعالوا نروح نعمل الورد او اللي بيقولوا عليه بقى الايه، البصل المقرمش الجميل بتاع محلات الكشري. ما بعملهوش اي حاجه يا جماعه عشان يقرمش، انا بقطعه، بخلي الزيت سخن جدا واقلبه تقلبتين وبيطلع معايا مقرمش جدا جدا. تعالوا بقى نروح للكشري بتاعنا اللي في الكيس الواحد. ما احنا بقى نسينا الكشري ابو ايه، ابو حله واحده، هنعمل الكشري اللي في الكيس الواحد. الحقيقه تجربه حلوه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم ان انا بحب جدا الاكلات اللي بتتعمل في كيس واحد في حله واحده، اي حاجه كده، المهم ان انا ما اقفش في المطبخ وما اغسلش مواعين كتير. غير كده وكده تعالوا اقول لكم على الشطه السريعه اللي انا بعملها. معلقه كبيره من الشطه، عليهم ملح، وبضيف بقى ايه، معلقتين كده كبار من الصلصه اللي احنا عملناها، وكمان بقلبهم تقلبتين. وعشان تخففيها هخففها بالدقه اللي احنا عملناها. اظن ما شفتوش اسهل من كده شطه للكشري، شفتوا عملناها في دقيقه، اكله ما خدتش مني وقت خالص. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انا بقدم محتوى هادف ويستحق ان انتوا تشجعوني، ما تبخلوش عليا وشجعوني بلايك كتير وشير كتير. منشنوا اصدقائكم الكسلانين اللي ما بيحبوش وقفة المطبخ زي كده. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.